السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. اليوم باش نعطيكم وصفات سهلة واقتصادية وبسيطة، بالحق سريعة التحضير، وكما تشوفوا شوفوا طاولة سمحة واقتصادية وبسيطة. إن شاء الله تبعوا معايا هالوصفات. أول حاجة باش نبدأ بيها، أنا عندي لهنا هذا قرنيط شايح في الدار، راني شيحته وعملته في الدار هالقرنيط. اول حاجه كما تشوفوا المكونات هذه الكل باش نطيبها او نقليها: طماطم والثوم والقرنيط والبصل والتوابل، نقليهم في الزيت تقريبا لمده 15 دقيقه او 10 دقائق. هذه باش نعمل تقليه، باش نعمل بيها شوربه، وباش نعمل بيها في نفس الوقت التقليه هذه باش نعمل بيها مقارونه بالقرنيط الشايح. حبيت نعمل زوز وجبات، فرد فرد تقليه او فرد صوص. بالنسبة للفطائر هذه باش نعمل فطائر بسيطة باستعمال التن. كما تشوفوا المكونات هذه باش نخلطهم مع بعضهم. لهنا باش استعملت الفرش كازة، هذه استعملت 150 جرام، موجودة في المحلات الكل، شريتها من ليدل. نخلطوا المكونات الكل مع بعضها. ولهنا العجينة باش نستعمل الباف بيستري ولا البلاتر تايك، هي العجين المورق الجاهز من المحلات. كما تشوفون لهنا قسمت شوية لولدي، والبقية اللي عملته بالصوص الحرة أو الهريسة. هذه هي البلاتر تايك من المحلات، خرجتها تقريبا 5 دقائق من الثلاجة. بالحق استعمال البلاتر تايك في رمضان بالحق يسرع لك من عش تحضير الوصفات أو الفطائر. أنا الأغلبية نعمل فطائر العجينة في الدار أو نعمل بلاتر تايك. قسمتها بالطريقة هذه. بالنسبة للخدمة مع البلاتر تايك بالله يكونوا سريعين أكثر، لأنها ما تستحملش السخانة. لازمكم تخدموا وتعملوا العجين، تدهنوها بالبيض وتدخلوها في الفور بطريقة سريعة، لأنه إذا ذابت فيها الزبدة ما هيش باش تتنفخ العجينة. البقية عملتهم بالطريقة هذه، خليت الحشوة وعملت فوقها شوية موزاريلا ودخلتهم الفور في شكل صوابع. شوفوا محلاهم، روعة روعة بصراحة كيفاش خرجوا. خليتهم في الفرن على درجة 200 درجة من الأعلى والأسفل لين يحمار لونهم بالطريقة هذه. ما عنديش وقت معين، فقط أنا نشوفهم احمروا وتنفخوا وخذوا الشكل هذا نخرجهم من الفرن. بالنسبة للتقلية حضرت التقلية، خليتها تقريبا 10 دقائق، بين 10 دقائق و 15 دقيقة. قسمت التقلية باش نعمل نصف أو أكثر من نصف للمكرونة، والبقية باش نعملوا للتشيش. لهنا أنا اخترت اليوم نعمل تشيش مش شوربة، خاطر الأغلبية ديما القرنيط الشايح في تونس نستعملوا فيه تشيش. خليتهم بالماء وخليتهم يطيبوا تقريبا 10 دقائق أو 15 دقيقة في الماء. ولهنا بالنسبة للتشيش أنا استعملت فقط كمية صغيرة، كما تشوفوا زوزيدين فقط لي أنا وزوجي الولدي. والمكرونة استعمل تقريبا رطل، أضفت في الأخير الحمص كما تشوفوا، كما التشيش كما المكرونة أضفت الزوز الحمص. ولهنا سايب باش نبدأ نقدم الطاولة. كما تشوفوا بصراحة الوصفات سهلة وبسيطة، تقريبا في أقل من ساعتين حضرت طاولة كاملة بوصفات مناسبة لرمضان، منهم الشوربة مثل طبق رئيسي، مثل المكرونة بنفس الصوص اللي استعملتها للشوربة أو شوربة الفريك، احنا نقولوا تشيش في صفاقس وفي تونس. بالنسبة للحلو كما تشوفوا عندي حلو حاضر، وزيادة أيضا في الدار نحضر أنا صمصة باللوز، نحضرها على الطريقة التونسية. هذم هما الفطائر على شكل أصابع، جاو روعة بصراحة. زي وصلنا لنهاية الفيديو. حصلوا هذم هما الوصفات: فطائر، شوربة فريك ومكرونة. الحلو كما تشوفوا ديما نعملوا احنا الدكلة في الدار بالشامية وبالزبدة واللوز. ما بقى عليا كان نحضر الطاولة، نحضرها بالطريقة هذه، طريقة بسيطة وراقية كالعادة. ديما هيك اللون الذهبي والأصفر لازم يكون في الكوجينة. حصلوا نخليكم مع بقية الفيديو إن شاء الله. شاهية طيبة والسلام عليكم. بسم الله.
سميته مسلسل فلوجة اللي مسرين الفيديوهات عليه. فلوجة معكوسة. خليك عمل لي العاب. نقصى حاجة. تحب زيتون؟ لا فوز. لا شوية زيتون.